ايش اسمك؟ راي. وايش اسمك؟ سكينة. راية وسكينة. صلي على النبي المصطفى يجعل كلامنا زين. بيقول ايه الودع؟ ما تنطق يا ولي. الودع بيقول يا ويل الناس منكم. صيادين وسمك موسى وسمك موسى. اسكندرية المحروسة المحروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى. منين ما تمشي تصادف ناس شله يا مرسي يا ابو العباس. منين ما تمشي تصادف ناس شله يا مرسي يا ابو العباس. ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر. ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر. دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة. الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة من البحر جاية. الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة من البحر جاية. لما الصبايا عالصهبجية لما الصبايا عالصهبجية جمعت فرعون على موسى. المحروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى. في اسكندرية ابو اسكندر بدع الضواحي والبندر. في اسكندرية ابو اسكندر بدع الضواحي والبندر. فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين. فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين. وفيها فوق الشط سغابة وفيها عد الرمل ديابة. الابتسامة الكذابة أنيابها في الناس أنيابها في الناس مغروسة. المحروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى. وفيها ريا وقلبشها موال جرحها وخربشها. وفيها ريا وقلبشها موال جرحها وخربشها. وفيها السيد دروشها لونها بالصوت والمنظر. الصبح جنية مية والظهر سمكة بطية والعصر نعمة ولعبية. والليل عريسك الليل عريسك يا عروسة. المحروسة بالصيادين وسمك موسى وسمك موسى. شوية مية يا زينب يا زينب. عايز ايه يا همام؟ ريقي ناشف شوية مية. بنتك ريا راحت تملى البلاص من الترع. أمال سكينة فين؟ بتسرح بتدور على شغل. ايه هو انت عايز تقوم ولا ايه؟
رقدتي ما عادتش تنفع يا زينب، لازم اروح اسرق اي حاجة والا كده هنموت من الجوع. تسرق؟ تسرق ايه؟ هو انت قادر تسلب طولك؟ اخطف رجلي لغاية بيت ابو حمدان، اسرق كام قرص قلة تتعشى بتمنهم. وفر حيلك، ابنك الخايب ابو العيلة اشتغل في وابور الطحين وربنا يكرمه ويسرق لنا كده هو حفان طحين. تالت يا حاج. واقف عندك ابو العلا، تعال هنا. في حاجة يا حاج؟ نزل الشوال ده هنا. نزلته. طلعه هنا. طلعته. امسك معاي. مين اللي خرب الشوال ده يا ابو العيلة؟ ما هو مخروم لوحده. هو مخروم لوحده؟ طب ما خدتش واحد سليم ليه؟ انا ما لقيتش قدامي غيره. ما لقيتش قدامك غيره ولا انت اللي خرمته؟ واخر النهار تلم الطحين اللي بيوجع منه. فاكرني نايم على وداني؟ اتابك انت اللي بتعملها يا ضلالي. ماليش ذنب يا حاج، ما انا قلت لك الشوال كان كده. كان كده؟ طب يمين بالله لاكون خاصم تمن الطحين من اجرتك. حرام عليك، ده انا غلبان وبشجع على ابوي وامي واخواتي. اشجع عليهم بالحلال واشتغل بما يرضي الله. انا مظلوم يا حاج، حد الله ما بيني وما بينه الحرام. اشمعنى زمايلك ما بيعملوش كده؟ اسمع يا غور من قدامي، ما عدتش اشوف وشك هنا تاني. طب اديني بقيت حاجه. مالكش حاجه عندي، ولعلمك بقى انت ما عادش ليك عيش عندي. غور غور بقول لك كده. ماشي 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 ماشي. مفيش في الدار لقمة عيش. امال فين الدجاج اللي سرق ابو العيلة؟ هما رغيفين بتاو، ابوك وامك فطروا بيهم وسابوا لي لقمه، جيت احطها في حنكي ابو العيلة الله يحرج وخطفها مني. تيجي جعانة يا ريا؟ يعني ما هنردش عليك. طب تاكلي موز ولا كمثرى؟ مش وقت المجلس يا سكين. مش قادرة تصدقي؟ من الفجر يا عيني. لو انت صادقه مش قادره اشوف من الجوع. ما عندك ولا ما عندكيش يا بت؟ شوية كده واسرح واجيب لك حاجة تسد جوعك. موت يا حمار، انا بطني بتزعل من الجوع. نربطها احسن. شدي يا بت شدي. يا عيني صعبتي عليا. استني. ايه رأيك؟ جبريل امك سرقتيهم زي ما سرقتي الفرخة. قوليلي موز ولا كمثرى؟ الاتنين. هي البت بنت همام سرقت منك ايه يا سليمان؟ سرقت الذره ده؟ يبقى احمد ربنا انها جت على الذره وبس. دول عالم يسرقوا الكحل من العين.
اشياء صعبه والسوق نايم والبهايم اللي قدامك دي كلها بكره تتذبح وتباع لحمه لاجل ما نسدد الديون. يا ابوك لا تشوف لي اي شغلانه عندك، اقرب الزريبه، اجرس الجل، اي شغلانه. ده احنا بقالنا يومين ما لاقيينش العيش الحاف. ومن سمعك يا ابو العلا انا كمان مش قادر ابلع اللقمه من الهموم والمرار اللي فوق راسي. انت بت يا سكينه، خضتني. كنت فين يا بت؟ بلا خيبة، كنت بسوي شغلانة. شغلانه ايه اللي هتسويها جوه دي؟ كنت بلم الموز والمنجل ابو سنين من على الارض. وعطالك اجره؟ امال هشتغل من غير ما اخد؟ خدت منه كام؟ قرشين وشوية فاكهة. فاكهه؟ هي فين الفاكهه؟ جعان يا ابو العيلة؟ داني هبيان. كبدي عليك يا اخويا، خد وكل. موز 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 موز. جميل اقول لك ايه؟ اكل واحده ثانيه. ده انت جعان جو. بقول لك هبيان. خد اياك تشبع. فاكرني بتقول لي ابو سليم يشوف لي شغلانه عنده. وانت هتشتغل عنده ايه بقى؟ جيب لي كمان موزه. يوه انت ما شبعتش. لا مش بتجيبي ما تجيش شح ما فيش الا موزتين شايلاهم لابويا الغلبان اللي ما داكش زيت بقالهم ايه. ابو العلا ابو العلا البقيه في حياتك يا ولد، ابوك مات. باي باي باي. بوي مات من الجوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. يونس، ايه يا ولد اللي مقعدك هنا؟ انا لقيت حته تانية وما قعدتش فيها. كيفك انت عامل ايه يا ولد المحروق؟ ادينا شهر محدش شايفك يا ماكل ناسك. وحشني دخانك يا يونس. انا بقالي شهر متدلل الاقصر ولسه معاود ليله امبارح. كيفك ابو العلا؟ زي ما انت خابر الحال واقف وما لاقينيش لقمه العيش. طب بقول لك ايه، ما تجي يا واد على كفر الزيات، فيها من البلد ياما بيشتغلوا هناك في محل القطن واشيتهم معدن. ومين هناك في كفر الزيات دي من نواحينا؟ الواد هريد ابن البهجوري اللي ما عادش يجي، شغال هناك في محلج ومعايا عنوانه. اي والله يا يونس، الا العيشه هنا بقت ممرره حلق النفر كيف العلقم. هيك عاطل اللي من دول. لا يا واد نور كيف ابوك، ما انا قاعد هذا الولايه من غير شغل ولا مشغله. اهو في كفر الزيات دي بيقول لك فيها شغل عال قوي خصوصي وابورات حلج القطن. طب يا يونس ما تعرفش بيدوا اجره قد ايه؟ الواد ولد البهجوري هريج اللي ما عادش يدي
كان بيقولوا هو فاشخ حلقه بيدوله 8 قروش في اليوم. يا سيدي عبد الرحيم، 8 قروش؟ ليه؟ هيشتغل مهندس؟ لا يا اخوي، العمالة ناقصة حداهم وبشمشموا على الانفار. طب حياة ابوك لا تدينا عنوان، خلينا نهجم البلد دي ونقول يا فكيك. وقال لك هيديني اجره؟ طبعا، امال هتشتغل ببلاش. وهيسيب ناكل فاكهه زي ما انا عاوزه؟ ده بيسيبني اخد من الجنينه كل اللي نفسي فيه. ابقى اكون الراجل جليل الحياه. جليل الحياه ازاي؟ لسانه طويل يعني. بنت يا ريه، ايوه بتعرفي تعملي الشاي يا بنت؟ دي ري احسن واحده في الكفر تسوي الشاي. طب ما تيجي جوه يا بنت تعملي لي كوبايه شاي. ده انا لسه هقول يا شو. يتحرق الشغل، يعني هيطير ولا هيطير؟ يلا يا بنت. يا اختي اجري اجري، اعملي له الشاي بسرعه، اجري. خلاص الشاي بتاعي دلوقتي ما بقاش حلو. وانا اقدر استغنى عن الشاي بتاعك يا بنت؟ انا بس عايز اشوف اختك شاي حلو زي شايك ولا لا. لو قررت هصرخ. صرخ زي ما انت عايزه، ما حدش هيسمع غير سكينه. اعجل يا بت. بنقول لك هصرخ. بعد عني لا اقتل. يقطع ابوكي، عايزه تقتليني يا فاشره؟ بقول لك بعد عني هقتلك يا كلب يا ابن الفطيس. مشي يا بت، مشي. قوم يا بت قوم. خد اختك يا بت ومشوا من هنا يا بت، مشوا من هنا. ايه اللي حصل يا راي؟ اسال اختك الفاجره. انا مش فاجره، لو فاجره كنت سبتك تعمل ما بدالك يا دين الكلب يا نجم. مشي يا بت، مشي. يلا يا بت يلا يلا يا ابن المحروقه يا باغي. مشي يا بت، مشي. يا نجم ليه كده هنجوع يا راي؟ مشي يا بت، مشي. فوق عليك فوق. مشي. ده راجل مقتدر وغني ومعاه، واحنا غلابه وما نحتكمش على اللضع، ولازم نطاطي عشان نعيش. عشان نعيش لازم تجرسينا وتفضحينا. امال اقول ايه لما تسالني على الجروش؟ نقول لها الحقيقه. حقيقه؟ عاوزه تفضحيني وتجرسيني يا ريا؟ ما هو انت عملتي حاجه عشان تخافي منها يا بيت؟ امال انا كنت كل يوم بعمل ايه حداه؟ الله يحرجك يا بعيد. طب فوتي يوه. فوتي قدامي، جاك بياكلك انت وهو. يا حمار. شفتوا بنات همام راجعين من فين؟ هيكونوا راجعين من فين يعني؟ ده انا شايفهم بعينيا دول خارجين من عند الواد ابو سليم، وواقف فشخ حالكوا وعمال يقول لهم لو عايزين اي حاجه ابقوا تعالوا. اعوذ بالله من غضب الله. يا عالم بلاش الغيبه والنميمه وبلاش تجيبوا سيره الناس. هم دول ناس يا عم حسن؟ دول عالم نور ومشيهم بطال، وقلبي يقولوا انهم من الصعيد الجواني. بقى دي عمايل صعيده صح يا رجاله؟ اهو انت صدقت، ده ما حدش عارف لهم اصل ولا ملي، دول غجر. قوم قوم يا ابو العيله، نام عشان تصحى من الفجريه تدور لك على لقمه عيش. الناس بتنهش في عرضي، ما حدش هيشغلني، ما حدش هيشغلني. لو انت بتصدق الكلام ده عن اخواتك يا خايب؟ وليه ما صدقش؟ ما حدش هيشغلني ياما، ما حدش هيشغلني. يبقى تسرق زي ما كنت بتسرق واوعى لحد يشوفك. اسرق مين؟ اسرق مين؟ ما هي قفلت. بس الشرف غالي ياما. اخواتك بيطلعوا لقمة عيشهم بالشرف. هو كان حصل ايه للشرف يا ابو العيلة؟ ما حصلش حاجة ياما، بس ما حدش هيشغلني، ما حدش هيشغلني. يبقى تسيب اخواتك في حالهم، الذنب مش ذنبهم ولا ذنبنا. ابو اعمل ايه في عينين الناس اللي عتبهلك فيا في الرقه والجايه ويقول لي اقصد شرفك يا ابو العيلة؟ طخ اخواتك البنات. اوعالي كده، انا بدي اقول لك حاجه. قول ياما، اطخهم لك؟ تتخيبه يا خايب، وانت تقدر تطخ نمله؟ احنا نحمل البلد دي، ما عدلناش عيش فيها.
نعملها كيف يما؟ ونروح فين؟ ده احنا ما حلتناش حاجه. احنا نروح البلد اللي نلاقي فيها لقمة عيش ومحدش يعرفنا فيها. بلد فيها لقمة عيش؟ والله يما فيه بلد فيها لقمة عيش بس فيها نفر يعرفنا. تنفع دي؟ هي ايه يا فالح؟ كفر الزيات. يبقى نهج ونطفش على كفر الزيات دي، انا وانت وريا وسكينة، ونبتدي في مطرح محدش يعرف لنا سوابق فيه. مالك بتبحلجلي كده ليه؟ مش عاجباكي؟ بنتفرج عليكي، بندور على اللي عاجبهم فيكي يا اختي. ليه؟ باقي الحلاوة دي ما يتهزلهاش الشنبات وتطلها الروس. لو انت استاذجه دي حلاوه تجيب الفجر. واللي بوكله لكم ده فجر، الدور الباقي على اللي بتسرق وتتجافش. تنكري يا ريا؟ مش ده اللي حصل؟ مش وجعتي الدوله وانتي بتعدي الجنايه؟ مفيش حاجه بتستخبى يا ريا. مش احسن من الشاي؟ شايك انت ولا شاي اختك احسن يا اختي؟ واحد غير اخوك كان زونه طخك ولا حش رقبتك. ابو العلا بلا خيبه. ابو العلا ده يا اختي ترمي له لقمه في حنكه يططي وينخ ويغمي عينيه. يعني انت تفضلي سايقه العوج على طول ولا ايه؟ انت ليه عامله حره؟ وانت وامك وابوك واخوك حراميه. جت عليا يعني؟ ايوه يا اختي جت عليك. يبقى مرت ابو سليم والمسخره وياه. اطمني يا اختي، مطرح ما هنروح هنلاقي 1000 ابو سليم. الناس ما بيتغيروش هنا عن هناك، واللي ما عملتلوش شي هنا هتعملي لغيره هناك. وخليكي فاكره يا رايا، وابقي قوليها ان اختي الصغيره سكينه قالتها لي. من غير ما تقوليها، الطير اللي ملوش عش بيتحدف بالطوب. الأولى من غربة الإنسان والوطن والتانية من قرصة الأحزان وسط الظلام والتالتة تاه الأمل ضاع الأمان يا عين والجوع فردنا بعض الصبي كفايه بقى، ده انا حيلي انهد ووسطي انخلع. امال تعمل ايه الغزيه؟ الغزيه لما بتجوع بتلاقي تاكل، انما احنا مش مسموح لنا بالاكل غير ساعه الراحه. مره يسال فاضل نص ساعه. بيت نفسك تاكلي ايه؟ نفسي اكل فرخه محمره وشويه ملوخيه ويا سلام لو طبق رز. عرفت، يعني بتنجان مقلي وطماطم بالشط. وانت عرفت ازاي بقى؟ هو احنا بناكل غيرهم؟ على رايك، ده احنا حتى ما بناكلش غير عند اختك. يعني عليها شقيانه، واحده تتعب وتشقى وتطفح الكوته، واخر النهار تيجي تاكل ما تلاقيش غير الطماطم اللي بالثوم والبتنجان المقلي. قطيعه. احمدي ربنا انك بتشتغلي وبتاخدي فلوس. شايفين النسوان المتهنيه ماشيه تتمخطر تقول يا ارض معاليك لنا. ده دراعها مش قادره تقيمه من الدهب اللي لابساه. واحنا هيجيلنا يوم يبقى عندنا دهب زي ده؟ بكره تلاقوا عدالكم وما تحتاجوش لحد. هو فين العدل ده؟ ما انا بقالي سنين مستنيه ولا حد خبط ولا جالي اتفاق. اشتكتي للرجاله يا ريس؟ طب قول لي يا بلالة، انا مش فاهم انت عاوز ايه؟ عقول الناس هتشقى من طلعت الشمس لحد المغربيه، وكل نفر منيهم هياخد 4 قروش، وده ما يرضيش ربنا.
انا مش عارف انت يقصد ايه. انت مش عاجبك الاجر مال انت، ولا انا فرات مال العمال مش عاجبه الاجر هو؟ كلنا يا خواجه كلنا. كل عمال مش عاجبه؟ ايوه يا خواجه. وليه ما يجوش يتكلموا زيك ويقولوا ان ما يعجبوا الاجره؟ خايفين يا خواجه خايفين. وانت ما فيش خوف يا ابو العلا؟ الحمد لله انا ما خافش غير من ربنا. برافو ابو العلا برافو. ابو العلا انت كم ياخد مرتب اليوم؟ يوم 4 قروش يا خواجه. 4 قروش فور بياسر. انت من اليوم ياخد 3 بياسر 3 قروش. بتقول ايه يا خواجه؟ بقول قرشين. انت من اليوم ياخد قرشين. انت بتنقص بدل ما تزود، وحياة ربنا ده ظلم. ابو ليلى انت مش لازم يمسك شغل عندي، انت يمسك شغل محلك تاني. انت بتكرشنا يا خواجه؟ ابو ليلى انا مش عاوز زعيم عندي، انا عاوز حمال يشتغل زي ما انا عاوز ويمسك فلوس زي ما انا عاوز. اما راجل مفتري صحيح. ما تزعلش نفسك، انت تيجي تشتغل هنا معايا. الشغل معاك ايه؟ الشغل معاك ايه؟ هو رزقك ده هيقضي مين ولا مين؟ اهو تشيل الحمل عني شويه بدل ما انا شغاله لوحدي طول النهار. الشغل معاكي ايه؟ ها؟ اقلب بدنجان ولا اقلب بدنجان؟ لا، تنظف الجوزه، ترص الحجاره فيها وكرس الدخان. كله مقدر ومكتوب. هريدي هريدي ازاي الحال يا والشباب؟ زين والحمد لله. قول لي يا هريدي، انت تعرف ابو العلا همام؟ معرفه جامده. ابو العلا همام؟ ايوه نعرفه. انت عايزه في حاجه؟ كنت عاوز اناسبه. تناسبه؟ مين في اخواته؟ ريا ولا سكينه؟ ريا يا هريدي ريا. واسم الكريم ايه؟ فتح الله سعيد مرعي. ومن غير مؤاخذة يا أخ فرج الله سعيد مرعي، أنت شفتها فين؟ فتح الله يا أبو العلا. شفتها لما مؤاخذة عند أمك، وأكلت من إيديها البتنجان المقلي. حلو البتنجان يا فرج الله. كان طعم قوي. تصدق أنا أول مرة أشوف واحد يستمخ بالبتنجان. فتح الله ده راجل ويرضى بقليله ابو العلا. قلت ايه يا ابو العلا؟ موافق نقرا الفاتحه؟ ان كان علياني ماليش دعوه، المهم البدنجانه توافق. مهم البدنجانه توافق يا فرج الله. كده من غير ما تشوفيه؟ هو مش راجل زي بقية الرجالة؟ خلونا نخلص كده غمادي. الراجل راجل ما يعيبه غير جيبه. الراجل يعلى مقامه في عين الحرمة لما تكون سحنته حلوة. مين اللي قال الكلام ده يا بيلة؟ الراجل يعلى مقامه في عين مراته لما يقدر يصونها ويكفيها شر الحاجة. معاك يا حاج ياما، أنا عايزة أرتاح بكفاني شجا. الراجل لو طلعته سمحة أي أشتغل وأشكى لأجل ما هو يرتاح. يا أختي ربنا يرزقك باللي تريحي ويشجيكي. ما كفاياك يا سكينة، انت ما حرمتيش من اللي عملتيه في البلد وجبت لنا نعاري يا ماكله ناسك. مين اللي يقدر يهرب من المكتوب يا ابو العيلة؟ مكتوب علينا يا ولدي. نهايته احط يدي في يد فتح الله ونقرا فتحه ولا ايه؟ اجري يا ابو العيلة اجري. على بركة الله، على بركة الله يا ولدي. اجرى معاها الفاتحة، خلونا نسطروها. يعني نقول مبروك؟ ايه حيلك؟ مش لما نشرب حاجة عشان نعرف نتحدى؟ طبعا الشاي فين يا دي عميرة؟ وحجر دخان يا عميرة. أنا ماليش في الدخان. أنا ليا. طيب نخش في الموضوع. العروسة ليها شروط. شروط زي ايه؟ يعني بدها ترتاح، تتستت، والشغل مش لادد عليها. موافق نقرا الفاتحة. ومش رايدة تقلي بدنجان في الشارع، عايزة تقليه في البيت عندك عشان تستمخ لوحدك. موافق نقرا الفاتحة. انت مستعجل ليه يا ولد مرعي؟
اياكش تقلي البدنجان بعد اسبوع بعد 2. خير البر عاجله يا هريدي. يوافقكم يوم الخميس كاتب الكتاب يا ابو العلي؟ هي هوبا ليصه مش لما نشور على الجماعه عشان نعرف الخميس عندهم يوافق ايه. موافق، نقرا الفاتحه، بس اول ما تجيب خبر ابقى قول لي يعني عشان الحق ابلغ اخويا حسب الله. ما تبلغ اخوك حسب الله وانا عايشاك. لا، ما اصله في اسكندريه بيشتغل غفير على جنينه فواكه هناك. زي ابو سليم يعني. مين ابو سليم ده؟ لا ما تاخدش في بالك، ده واحد هداه جنينه فاكهه كان سبب طلوعنا من البلد الله يجحمه. يبقى نقرا الفاتحه. سكينة بنت يا سكينة، ما تفزي يا بنت تروحي شغل. لسه بدري ياما، الشغل لسه ما ابتداش. الخواجة صاحب البوابور شديد قوي. شديد؟ الخواجة شديد مع الكل إلا سكينة. بتستعبي على إيه؟ لم يا بيت. طب قولي لي يا ري، شفتي عريسك شكله إيه؟ لسه ما شفتوش. يا خيبتك يا خيبتك. طب ونعمل إيه يعني؟ يا أختي روحي اقفي قدام الوابور وطلي عليه وهو خارج. وهعرفه إزاي؟ اسألي هريدي. كنت فين يا ابو العلا وسايب شغلك؟ كنت بدور على اوضه لرايا وفتح الله. امال فتح الله بيعمل ايه؟ فتح الله شغال في الوابور من طلعت السمسم المغربيه. ولا جيت يا ابو العلا؟ المهم انها تكون قريبه من دارنا. اطمني قريبه. اجرتها كام يا ابو العلا؟ 30 قرش. 30 قرش كتير. يعني 25 قرش اصلها يعني كبيره وبتطل على الشارع وقريبه من بيت الراحه. هو انت قلت لي فتح الله اجرته قد ايه؟ يعني 5 قروش 6 قروش، يعني اجرته كويسه تكفينا، تكفيها وتكفيه. بقول لك يا ابو العلا، هو شكله ايه؟ طلعته زين؟ طلعته زين؟ ما يوم الخميس هينقفل عليكم باب واحد وبقليله بدنجان زي ما انت عايزه. ما الزغرات يا سكينه خلينا نفرح، بدلنا زمن ما فرحناه. اهو هو الدلعات العريس هيجي امتى؟ يجي وقت ما يجي. يا اختي بتبصي عليه من الشباك، كلها ساعة ويبقى جنبك على طول. عايزة اطمن يا بنت. وهيفيد بايه يا اختي؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس. هو أنهي واحد فيهم؟ يتهيألي الأسمر الأطول اللي جنب هريدي. ده طويل قوي يا راي. حظك حلو. آخرة صبري. السلام عليكم يا ابو ليلى. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك؟ سهل. حسب الله اخويا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا مرحب. الله يبارك فيك. ابو العيله اخو العروسه. اهلا بيك. اهلا بيك. او مين ده؟ ده هريدي. ايه يا ابو العيله؟ عارفه. اتفضل خد يا ابو العيله. الله يخليك. اتفضل. ما قلتولناش مين العريس يعني؟ الله، هو انت ما قلت لهمش يا ابو العيله؟ قلت لهم فتح الله. ايوه يعني مين فيهم؟ أني فتح الله.
اهلا وسهلا يا مرحب. يا مرحب بيك يا خاله. وده بقى اخويا حسب الله. اهلا وسهلا يا ابني. ايه شويه ميه ياما، شويه ميه. ودي الجله لعريسك يا ريا. الحمد لله. قلت للمأذون؟ قلنا له يا خالد وجاي بعد صلاة المغرب. على بركة الله. طيب يبقى اعملي دور شاي يا ريا عشان عريسك يدوق الشاي من ايديكي. والاخ حسب الله متجوز؟ أني لا. مين اللي بيخبط؟ افتحي يا ريا، انا امك. صباحية مباركة يا عروسة. يبارك فيكي يا أم. لو كنت بعرف ازرغط كنت زرغطت. صباحية مباركة يا عريس. بارك عليك يا خالة. أي ما غفتش طول الليل من كحل. بيقول من المعسل. قولي له بطاله، بيته أولى بالقرشينات. يا ريته يفهم. قبل ما يحط حاجة في حنكه اغلي له لبان داكر. أنا أروح أصح أخوه ياكل له لقمة قبل ما يسافر. لا هو مسافر كده على طول. هيقعد يعمل إيه؟ جدع زين. يا ريته يكون من نصيب أختك سكينة. ليش بعدها معاك يا سكينة؟ مش قلت لك خدي بالك؟ وانت ايه اللي موقفك في سكتي؟ بلاش اشتغل يعني؟ حاضر يا فرج، المرة الجاية هبقى اخد بالي، بس يا ريت انت بقى تبقى تاخد بالك. ريحي بالك، انت مش داخله مزاجه. وعرفتي ازاي اني مش داخله مزاجه يا بت؟ مش هقولك. لا هتقولي،
وحياة ربنا هتقولي. وهستفيد ايه لما اقولك؟ هغديكي على حسابي يا بنت. ده انت باين عليكي مش شحتفة على الجدع قوي. لكن هو زي ما انت شايفه عامل لي فيها اصنك. عارفة ايه السبب؟ قولي يا بت، قولي ما تلوعينيش. خاطب واحدة من الشارع اللي ورانا. خاطب؟ صدق ولا كلام من دماغك؟ ده انا شايفاها بعينيا دول. حلوه يا بنت يا نعناعه. قمر، وفوق كده وكده ابوها مبسوط وعنده محل بقالة ونص بيت كمان. تتجوز جدع فقير. عاشق يا عينيا عاشق. وليه ما عشقتش واحد من توبها من وقمها؟ القلب وما يريد بقى يا سكسوكه. عيني على الولاية الغلبة اللي زيي، بختهم قليل وحسرتهم كبيرة. بس يا بنت انت وهي. العافية. الله يعافيكي يا اختي. هعمل لي كوباية شاي. خدي سكين. انت يا بت عايزة ايه؟ مالك؟ مالي، ما انا زي الفل اهو. فين المخفى ابو العيلة؟ راح لجوز اختك في الاسبيتاليا. ليه جرى ايه؟ وقع وهو بيشتغل في الوابور. احسن. عيني عليك يا اختي يا ريا، خدتي راجل صحته عدمانة. وهي كانت تعرف يا معدولة؟ ما هو يا اختي كان باين عليه يوم ما اتجوزته. اهو ده اللي لقيته بقى. هي كانت لقت غيره وقالت لا بلا نيلة. وما عرفتيش طلع عنده ايه؟ حسب الله، عاوز اشوفه. حسب الله. صباح يسأل على اخوه النهارده. ما تسافر له نوبك ثواب يا اخوي. اسكندريه؟ طب انا اجيب اجره السفر منين؟ ده انا ما احتكمش على قرش ابيض. اني هتجيلك. ايوه بس يا ريا يعني بقول لك ايه، لا بس ولا ما بسش، سافر له نوبك ثواب اللي يموت ما يلحقش يشوف اخوه. ايوه ما انا خايف اسافر له ما يرضاش يرجع معاي. لا ده بيحبوا بعض وما تجوش على بعض الهوا. وحسب الله ده بقى هينام فين؟ في بيت اخوه. امال هينام فين يعني؟ يعني هينسك عليه باب واحد هو وريا؟ مرة اخوه وتحرم عليه. دي تلاقي ريا فرحتها كبيرة، والود ودها عيا جوزها هيطول كده لاجل ما اخويا يفضل قاعد جنبه. قصدك ايه يا ام لسان طويل؟ انا يا اختي قلت حاجة، بكرة نشوف. الحمد لله. ده كلام يا سي حسب الله، الاكل بحال. صدقيني اكتفيت الحمد لله. طب اغسل لك حبة عين. لا انا بدي انام. طب احضر لك الفرش. لا فرشة ايه، انا هنام بره. تنام برا؟ يا لهوي، تنام في البرد؟ ما هو انا واخد على كده. انا شغلي في اسكندريه بنام في الظل لاجل اسمع دبه النمله او اي حرامي يهور من الجنين. بس انا يا اخويا اخاف عليك الا كده. ما تخافيش، هاتيلي انت بس حاجه استغطى بيها. والنبي ده لولا تحكيمة رأيك ما كنتش اسيبك تنام هنا ابدا. لا ما يهمكيش، خش انت استريحي. صباحي بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بوصيك على مرتي وابني يا حسب الله.
ابنك؟ ريح حبلة. اطمن يا اخويا، اطمن، هم في عناية، بس انت باذن الله هتقوم بالسلام. يعني خلاص هلقى رب كريم. خد بالك من مرتي وابني حسب الله، دول أمانة في رقبتك. بلاش يتبهدلوا من بعد موتي يا أخويا. فتح الله ازاي النهارده يا ابو العيله؟ مات يا أمه. مات؟ مات. كيف يا بنتي؟ يا ترى الايام مخبيه لك ايه انت واللي في بطنك؟ يا ريا يا بنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ده حسب الله ده راجل ولا كل الرجاله، جنب الواجب كله لحد المجر. لو انت ما كنتش عاوزه اخوه يقوم بالواجب كله حق بطلوه ده اسمعوه ده. أسره ناوية على ايه يا ريا؟ ده انت لازمك مصاريف يا بنتي تهد جبال، وانت ما بقاش الا تولدي. والله ما انا عارفه يا ام. قول انت. اخو جوزك وملزوم بالصرف عليكي لحد ما تقومي بالسلام. مش بتقولي يا اختي راجل ولا كل الرجاله؟ المرجله بقى في اللي جاي مش في اللي راح. ازاي يعني؟ اقول للراجل سيب شغلك في اسكندريه وتعالى اقعد جاري؟ عشان تشوف يا اخويا تلف سجارتك. تشكري يا أميرة. اعمل لك شاي. ده يبقى كتر خيرك. من عينيا يا اخويا. اتفضل. من ايدنا نعدمها. لو عوزت اي حاجه تاني انا سايبه الباب موارب حبه كده. ازعج عليا هتلاقيني جسد. لا ما تشيليش هم، ده كده عال قوي. خش نام انت. لو كتاب الله المجيد ما تختش، اللي انت عاوزه من كفه شيء يجيلك. انت في بيتك ومطرحك.
اشتغل هنا. اشتغل هنا ايه؟ طب انا كنت في الجنينه في اسكندريه بكسب دهب. لا ده عليك تسيب مرات اخوك وهي في الحال ده. الواجب يا صاحبي تبقى جنبيها لحد ما تقوم بالسلامه. ليك عليا ابعت لها فلوس اول كل شهر. دي بطنها مليانه وعايزه اللي يشوف طلباتها. ايوه ما اخوها موجود وامها واختها. ما انت عارف يا عصب الله ان انا واقف مع عمي في الشغل، او سكينه هترجع من المحلك بعد المغربيه. ايوه يا جماعه بس انا كمان لازم اشتغل عشان يبقى معايا اللي احتكم عليه. ايه رايك هكلم لك رئيس الانفار اللي عندنا في المحلج يشوف لك شغلانه. ابو العيله هيبقى اولى. لا يا اخوانا انا مش قادر اولف على شغل الوابور. يا ابو العيله ما بيحبش يتعب نفسه، ابو العيله بيحب الوخم. يا اخوانا انا عايز شغلانه زي اللي هيشتغلها عصب الله، غفير على جنينة فقه، هي دي الشغلانه الحلوه اللي تملى العين. وهي فين بقى الشغلانه دي؟ ما زمانها طارت. زمان الخواجه وظف غيري. ده انا كنت بهلب منها تهليب. قلت ايه يا حسب الله؟ هقول لا اله الا الله اللي تشوفوها يا جماعه. ست ريا يا ست ريا. نعم يا سي حسابات. الاقيش معاك النص فرنك. عينيا. لا مؤاخذه الا الدخان بتاعي خلص. اروح اجيب لك انا دخان دلوقتي. لا عيب. الناس يقولوا ايه حرمه راح تجيب دخان. ما يقولوا اللي يقولوه ما حدش له عندي حاجه. لا خليك انت بس هات النص فرنك. انا بس كان همي راحتك. راحتي يعني انا هتعب في ايه؟ ده كلها فرك الكعب. طب ما تاخدني يا اخويا اتمشى معاك. قال لي انا عايزه اشم شويه هوا، اصل امي بتقول المشي حلو قوي للحبله اللي زيي. اتفضل. هلا انت زعقت عليا يا ست ريا؟ معلش يا اخويا اصل مش مال كامله الوابور، كمان على اخر. لا خليكي مرتاحه ولا يكون عندك اي مشغوليه. ما تحرمش منك يا سي حساب الله. اللي انت حاطه الجاز فين؟ الحوج اللي هناك فوق الكراويت، الجمعة مكفي. اي بنت العفريت. خير يا ست ريا. تسلم يا اخوي، اصل الواد بيرفس. الله الوابور ملان على تمة عينه. اصل سرع عليا ومليته، الحبل بقى بينسي. اي الواد بيرفس. حسب الله حسب الله. قوم يا اخويا قوم هموت. خير في ايه يا ريا؟ ولد يا اخويا. يا الف بركه يا الف بركه. طب قولي لي انت عايزه ايه وانا اعمله لك. هتعبك معايا يا اخويا. قولي بس ريا عايزه ايه؟ ان شاء الله يخليك يا اخويا،
تروح لهم تخليها تجيب الداية على ايدها وتيجي وياها. طب مش عايزه حاجه تانية؟ ان شاء الله يخليك يا اخويا، هموت. لا لا لا، هروح طوالي هروح طوالي. هم يا اخويا ان شاء الله يخليك. روح اوان التوم نادي العسل على العود، الربيع هيفوت العدل بعده يعود. روح اوان التوم نادي العسل على العود، الربيع هيفوت والعدل بعده يعود. مين اللي قال ده مين يا اسمة الظالمين؟ مين اللي قال ده مين يا اسمة الظالمين؟ والسعي بالنبوت والرزق الموعود. انت ايه اللي في دماغك يا ام؟ اللي في دماغي هو اللي في دماغك. هات اللي في دماغك يا هريدي. انت عاوز تعود اسكندريه ليه؟ مش هو ده اللي اتفقنا عليه؟ مرات اخويا ولدت وعملنا السبوع، ناقص ايه؟ ويهون عليك تهمل مرات اخوك ولده؟ اياك مش واعي انها لسه شابه وصغيره، وما يخلصكش يا حسب الله ان الرجاله تطمع فيها. خلاص تتجوز. اها، اديك قلت المفيد تتجوز، لكن تتجوز مين عاد؟ تتجوز راجل غريب؟ بتلف وتدور على ايه يا هريدي؟ عاوز ايه؟ انا رايد تعمل كل اللي بيعمله اي راجل. وايه بقى اللي بيعمله اي راجل؟ تلم لحمك يا حسب الله وتربي ولد اخوك وتتجوز مرته. وانا ايه اللي يجبرنا اتجوز مره عزبه؟ ما انا اقدر اتجوز بنت بنوه. صباحية مباركة يا عريس. يسعد صباحك. يريح قلبك، اتلفى مني الصينية. هاتي هاتي. الله. حطها. ايوه. قوم يا ريا، انتي موخمة كده ليه؟ سيبني ان شاء الله يخليك يا حسب الله، ما نمتش طول الليل. عروسة بقى. امي صباحية مباركة يا عروسة. قومي فطري جوزك، جايبالكم فطير وعسل. انت رايح فين يا حسب الله؟ اغسل وشي ولا بلاش؟ مالك يا بنت؟ ملهوفة على الراجل كده ليه؟ اسكتي ياما، ده انا كنت عايشة ولا الاموال. كنت رايدة اجوزي رسكين اختك قبل ما يموت اخوه، لكن يلا بقى نصيبك. ويا اسم النبي حارسها ما جاتش معاكي ليه؟
خرجت تسرح ببيضها الممشش. واخرتها والله ما هتجيبها البر هي وبيضها الممشش. قلت لها الكلام ده، لكن راكبه دماغها بتقول مكسبه كتير. البت دي طول عمرها تعبه قلبي معاها. البيض البضارة، البيض الصابح، الخمسة بتعريفة، البيض. الناس دي بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ واحنا اللي مش لاقيين اللقمة ناكلها. البيض، البيض البضارة، البيض الصابح، البيض الصابح. مش عايزين بيض؟ يلا يلا بقى وجع دماغك على الصبح. ده مدار الخمسة بتعريف، ده لسه صباح صباحك لبن. طب تعالي وريني. اوعى يطلع ممشش. ممشش ده ايه؟ طب اكسر وشوف. هات طبق من عندك. صدقت ولا كسر لك واحدة تاني؟ لا كفايه كده. انت قلتي كام بتعريفه؟ الخمسة. لا انا هاخد منك السبعه بتعريفه. لا يا اخويا يفتح الله. انا هاخدهم منك كلهم عشان خاطر عيونك الحلوين دول. ما قلنا يفتح الله. انا باخد كده من كل بتوع البيض، ولا انت عايز خواجه يقول عليا ان انا باخد منك بسعر ومنهم بسعر؟ يلا يلا عشان تكبري بدري. طب عندك حاجة اشربها؟ هتشربي ايه؟ احنا ما عندناش هنا غير خمره. وماله؟ ندوجها. هو يعني اللي بيشربوها احسن مني؟ روح هات حاجة نحط لك فيها البيض، وانت جاي هات الشرب معاك. عثمان ده هبل قوي. فاكر انه يقدر يضحك على سكينة اللي دماغها ولا قدوس الطحين. حلو. رايح فين؟ رايحة هناك. تحب تروح هناك؟ احب. بس اللي يروح هناك ما يرجعش هناك. ده انا عشان الاوام ده اروح في توكر. ما كانش ينعز يا مخدر. طب اني معجب. ماني عارفة. وانت يعني فاكرني عامية؟ طب اعمل ايه في روحي؟ ما تقف على بعضك يا جدع انت بتتهز كده ليه؟ الدنيا عمارة. ينيلك. هو انت بتعمل شاي انت روخر؟ يا بنت النصابة، ده البيت كله طلع ممشش. طيب هتروحي مني فين؟ اكلت يا اخويا؟ وشبعت. الف هنا وشفا. طب خد ده كمان، خليك تعرف تصلب طولك. ايه بس ده منابت. منابي ده ايه؟ الف هنا وشفا. مطرح ما يسري يمري. ايوه بس انت كده بتزغطيني زي ذكر البط. فاشر ذكر بط ده ايه؟ ده انت راجل وسيد الرجال. انت مش بتزغطيني، لا ده انت بتعلفيني. يا اخويا لو ما كنتش اخد بالي من عفيتك اخد بالي من مين؟ مش جوزي وراجلي. طيب علقي على الشاي عم الف سجاره. لا شاي ايه؟ في شويه في الجزازه فاضلين من ليله امبارح. وبعدها لك يا ريا. هو في ايه يا راجل؟ مش انا لسه عروسه. مبسوطه معايا يا ريا؟ الا مبسوطه. ده انا جابلك لا شفت دنيا ولا عرفتها. البيت، بيت البضارة، البيت، الخمسة بتعريفة، البيض الصابح، بيض البضارة، البيت. مش عايزة بيض يا ست؟ تعالي فرجيني يا اختي.
يا بنت النصابة. تروح مني فين؟ مسكتك يا بنت النصابة. سيبني، انت عايز مني ايه؟ مش هسيبك. حرام عليك الخل، هصوت. سيبني مهما تعملي مش هسيبك. سيبني يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني. احس كده يا جماعه نقرا الفاتحه. الله، انت مستعجل ليه؟ اصبر على رزقك يا جدع لحد ابو العيله ما ياخد موافقه اخته. موافقه؟ موافقه ايه يا هريدي؟ موافقه ايه اللي هتاخدها من سكينه؟ هي سكينه كانت تحلم ولا حتى تستجري تحلم انها تتجوز واحد زي سي عثمان في شغلانته اللي هو بيشتغلها دي، وتلاقيه كمان يحتكم له على قرشين؟ مش كده يا سي عثمان؟ كده يا سي حسب الله. اهو قال لك كده. بالهداوه يا سي حسب الله، بالهداوه. سكين اختي وانا عارفها، دماغها مقفله ودايز ما توافقش كده مره واحده. يعني غرضك ايه يا ابو العلا؟ غرضي الصالح، يعني نفكر ازاي تخليها توافق. ادام سي عثمان مستمسك انه يتجوزها. مش كده يا سي عثمان؟ كده يا ابو نسب. عداك العيب يا ابو العلا، بس انت يعني غرضك نخليها توافق ازاي؟ يعني بالحيله؟ لا، بالمحيله. يعني انا لو دخلت عليها بمقطع قماش، بطرحه، ولا حتى بشبشب، واقول لها عريسك بص جايب لك ايه، تفرح وتوافق على طول. بسيطه. كان كده يا سي عثمان يديك قرشين، وادي انت عارف اختك مزاجها في ايه هتقولها. وانا موافق. يلزمكم كام يا جماعه؟ كلك نظر يا سي عثمان، وبعدين ده هيجيب لك موافقه. بقى بعد ما يفضحني ويجرسني في الشارع قدام الخلق عاوز يتجوزني؟ وهو انت يا بنت اللي عملتيه فيه شويه؟ ده انت ضربتيه علقه. طب ايه اللي يخليه عاوز يتجوزني؟ يمكن زي الجوت بيحب خناجه. او مستعد لجميع طلباتك، اللي انت عايزاه نجيبهولك. وبعدين راجل كسيب وفييس ونزيه، ده جاب لنا طلبات في القهوه يجيب 5 أبيض. تموت انت في اليغمه يا حسب الله. ولازمتها ايه طولة اللسان دي؟ خلينا احنا في حدوتتنا. ما تخلصينا يا بنت. هتتجوزيه ولا نقول للراجل يروح لحاله؟ واه يا يما يروح لحاله؟ مش كفايه بهدلتها في الشوارع والنصب على خلق الله؟ هتتجوزوا طبعا، هتلاقي احسن من كده فين؟ ايوه يعني، بس ده شكله. ماله شكله؟ ماله؟ هو الراجل عيبه ايه غير جيبه؟ وده من ناحيه جيبه مليان على تمه عيبه. ايوه بس يعني ده غامق قوي. يعني لو كان فاتح شويه، اصل انا بحب الرجاله المنورين. امسكي له لمبه وهو معاكي في البيت. او ابقي ضلميها لاجل يخفى عنك خالص. او انت في البيت معاه حط على وشه ملايه بيضه. خلصينا يا بت، خلصينا. الراجل مستني الرد، عايزين نطلعك من الفقر بقى. يا لهوي، ده الواد سخن قوي. يقطع فالك يا شيخ. اتمسي يا ريا وقولي يا مسا، خلي ليلتك دي تعدي. ليه انت هتفضل طول الليل قاعد هنا؟ يا راجل خش نام. مش هنام، مش عايزه اتخانق وياك تاني. انت كده بتجور عليا يا حسب الله جاي. ده انا اللي كنت موتت الواد ده، عمره واجله يا اخويا. هي قصه ابو زيد الحكيم قال ان انت ما خلتيش بالك والولا عشان كده راح. انت كده بتظلمني، حرام عليك. الظلم ده ما يرضيش حد. طب انت عايزه ايه؟ روح انت نامي، اني مش هتخن. طب اخذ الشيطان يا اخويا، اخذ الشيطان وتعال نخش ننام. وعي انا لو بتعتعت من هنا اهي هطفش ومش هشوف خليتي تاني. ليه وعلى ايه؟ خليك براحتك. وقت ما يجيلك شوقك انا قاعده جوه مستنياك.
اوه يا دي القرف، حتى السيجاره الواحد ما بقاش عارف اللي فيه. ايوه ايوه اللي بتخبط. طيب ايوه حاضر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباحية مباركة يا عريس. الله يبارك فيك، اتفضلي. ليه بس تعبت نفسك بس يا حماتي؟ ما تقولش على الواجب بتاعك. ايه انتوا مش عايزين تغيروا ريقكم يوم الصباحية ولا ايه؟ دول حبة فطير وعسل. ما انا جايب كل حاجه والخير كتير. يزيد ويبارك يا اخويا. الله، هي سكينة لسه نايمة؟ هخش اصحيها علشان بالمره اغير ريقي واكل لقمه والحق اروح شغلي. تروح شغلك يوم الصباحية؟ وده برضه اسمه كلام يا سي عثمان؟ اعمل ايه؟ ما هو مفيش غيري في البار، والخواجه لا بيعرف يروح ولا يجي. ما اصل انا الكل في الكل هناك يا حماتي. ايوه يا اخويا، استنى بس اما الليل يتمسى. ما ينفعش، لازم اشتري لوازم المزات واوضبها. ده كتر خير الخواجه انه سابني امبارح. ربنا يفتحها في وشك وما يسكهاش ابدا. سكينه سكينه، قومي يا حلوه بقى. يوه، ايه خوتة الدماغ دي؟ امك بره يا سكينه. الكاتم عاوزه انام بقى. انكتم؟ احنا هنبتدي التجربه وطولة اللسان من اولها. اطلع بره اطلع بره، قلقت منامي الهي يقلق منامك. مش كفايه سحنتك اللي كل ما بصت فيها كش في روحي؟ معلش يا سي عثمان، هي سكينة كده حمائية ولسانها متبري منها، لكن طيبة وقلبها أبيض. انت برضه لازم تتكلميها يا ست ام ابو العلا، اللي لسانها زي الفرقله. انت كمان لازم يبقى كلامك حلو معاها وحيلها كده زي العيلة الصغيرة. هي سكينة عيبها إنها ممروعة وعايزة اللي ياخدها بالمسايسة. ربنا يعمل اللي فيه الخير. أقوم أنا. قمت ليه يا أخويا؟ ما تكمل أكلك. يا دوبك عشان ألحق أشوف شغلي، ولما تصحى سكينة اديها النص ريال ده عشان تشوف هتجيب لنا إيه وتطبخ لنا إيه. حاضر يا أخويا. تصبحي بالخير. يسعد صباحك يا حبيبي، ربنا يفتح في وشك أبواب رزقه. نص ريال كتير، كفاية ربع ريال. مش نازل لي من زور، مش طايقاه. بقى لما ربنا يكرمك بعدل زي ده تقومي تتبطري. شوفي يا بنت، شوفي سايب لك كام علشان تصرفي وتطبخي. ربع ريال بحاله. امسكي. واحدة غيرك كان زمانها دلوقتي حمدت ربنا وبست ايديها وش وظهر. يا اختي يما، قال رماك على المر. واحنا كنا لاقيين يا معدولة. تعالي شوفي الهم اللي اختك فيه. هم ليه؟ مش ده يا اختي نقوت عينها وكانت هتموت عشان تتجوزوا؟ ما ماتتش، واللي فطس ابنها، ومن ساعتها سبع البرومبا سايق العوج عليها ذليلها. تقوليش هي اللي فطست الواد؟ اجيب لك منين؟ المحلق قفل واديني بلطت في البيت. ده انا حتى ما معيش حق الدخان عشان اعدل مزاجي. طب وايه اللي عمل دلوقتي؟ انا ما عنديش صرف، اتصرف انت. طب واللي جه في بطني ده اعمل فيه ايه؟ خلاص سقطي روحك. اسجط؟ انا ما بجاش الا ولد. انت عايز تجيب اجلي؟ انت مش كنت بتشتغلي وايدك طايله؟ ارجعي الشغل. وانت مش ناوي على شغل؟ وانا كنت لقيت وقلت لا، اما ابقى لا. يعني هنفضل قاعدين كده بوزنا في بوز بعض؟ لا، انت تسحبي في ايدك وابور الجاز والطاسه وتعملي زي ما كنت بتعملي زمان. اقعدي في النصبه بتاعت امك اقلي بتنجان. انا عليك يا بنتي.
قال له لك يا لساني من ضرب جفايا. القسمة والنصيب يا أمي. نصيب مين يا معدول؟ انت اللي كان عينك عليه ونفسك تتجوزيه قبل ما تتجوزي اللي مات. وهو حسب الله يتعايف في ايه؟ غيرش بس هو اللي بخته مجندل. ايوه يا اختي، مراعيه اكتر ما هو ممروح. كفايه